في أحد أيام شهر أغسطس من عام 2020 كان مجموعة من الرجال من نفس العائلة يقضون فترة ما بعد الظهيرة في التسامر والحديث بأحد شوارع قرية ناهية الواقعة بمنطقة كرداس في محافظة الجيزة المتخاتمة للعاصمة المصرية القاهرة. هؤلاء الرجال الذين عادوا للتو من أعمالهم كانوا يتجمعون بهذه الطريقة أمام منازلهم في كل يوم تقريبا، لكن في ذلك اليوم كان يغيب عنهم أحد أقاربهم وجيرانهم، وهو صابر الذي كان يعمل كمقاول في مجال البناء والتشييد، وكان يملك منزلا شاسعا ومترفا في نفس الشارع. حاول بعض أشقاء صابر وأقاربه الاتصال به، لكنه لم يكن يجيب على هاتفه. ومع مرور الوقت وحلول المساء دون عودة صابر بدأ أفراد أسرته يشعرون بالقلق. دفعهم هذا القلق للذهاب إلى منزله وسؤال زوجته عبير التي أخبرتهم أن صابر غادر المنزل في حوالي الساعة 8 صباحا متجها إلى عمله، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال به مرارا وتكرارا دون جدوى. بحلول صباح اليوم التالي كان القلق قد استبد بأفراد الأسرة، فقرروا في النهاية اللجوء إلى الشرطة وتسجيل بلاغ رسمي يفيد باختفاء صابر. ترى هل سيتمكن رجال الشرطة من العثور على صابر في الوقت المناسب قبل أن يصيبه مكروه، أم أن الوقت قد فات بالفعل؟ لمعرفة الإجابة على هذا السؤال تابع معنا هذه الحلقة من قناة وقائع حتى النهاية. انتقل فريق من المحققين مع أسرة صابر إلى منزله، حيث التقوا بزوجته عبير. خضعت عبير للاستجواب من قبل المحققين، وقدمت الرواية نفسها التي أخبرتها لأشقاء صابر، وبدت روايتها منطقية للغاية لرجال الشرطة ولم تثر أي شكوك لديهم. لكن بعض أفراد أسرة صابر أعربوا عن شكوكهم في صدق رواية عبير، مشيرين إلى التاريخ الطويل من المشاكل الزوجية بينها وبين زوجها. على إثر ذلك أجرى المحققون تحريات وافية عن صابر وزوجته وعن طبيعة العلاقة بينهما، وسرعان ما اتضح لهم أن العلاقة بين صابر وعبير كانت مضطربة للغاية. في عام 2003 كان صابر لا يزال عاملا بسيطا في مجال التشييد والبناء، وكان يغدو إلى عمله في الصباح الباكر كل يوم مع مجموعة من أقاربه وجيرانه الذين كانوا يعملون في نفس المهنة. كان صابر الذي كان لا يزال شابا يتمتع بصحة جيدة يبحث عن زوجة تشاركه مشوار حياته. رشح له بعض المقربين فتاة بسيطة تقطن في نفس المنطقة التي ينحدر منها، وعلى الرغم من بساطة أسرتها ورقة حالهم فقد كانت عبير تتمتع بجمال أخاذ وسحر فريد، وقد أسرت قلب صابر منذ اللقاء الأول. تقدم صابر لخطبة عبير رسميا، ووافقت أسرتها على الفور، لأنه كان عاملا مجتهدا يكسب ما يكفي لإعالة أسرة صغيرة، كما أنه كان يمتلك شقة صغيرة جاهزة لاستقبال العروس. تزوج صابر من عبير، وبعد عام من الزواج رزق بأول أطفالهما، وفي غضون 5 سنوات أنجب طفلين آخرين، مما زاد الضغط على صابر الذي كان عليه توفير الدعم المادي الكافي لرعاية أسرته المتنامية. لذلك بدأ صابر يبذل جهدا مضاعفا في عمله يوميا، ويجمع المال ليتمكن من بدء مشروعه الخاص، حيث كان يطمح لأن يصبح مقاولا في عمل التشييد والبناء، خاصة أنه كان يملك خبرة كبيرة في هذا المجال. تحقق حلمه بعد حوالي 10 سنوات من زواجه من عبير. عندما أصبح مقاولا تغيرت حياته وحياة أسرته بشكل جذري، حيث تمكن من شراء منزل كبير مكون من 3 طوابق، وانتقل للعيش فيه مع زوجته وأبنائه، تاركين وراءهم الشقة الصغيرة والبسيطة. كما أصبح قادرا على توفير كافة احتياجات أسرته، وانتقلوا من حياة الفقر إلى حياة الرغد. لكن الحياة في المنزل لم تكن تسير بسلاسة، وازدادت المشاكل الزوجية بين صابر وعبير يوما بعد يوم. بدأت عبير تشعر بالإهمال من قبل زوجها الذي كان يقضي معظم وقته في العمل. كان صابر يرى أن عبير أصبحت طماعة ولم تعد تهتم بأي شيء سوى المال. تصاعدت الشجارات بين صابر وعبير حتى استحالت الحياة بينهما، وفي مطلع العام 2015 قرر صابر الانفصال عن عبير وطلقها. غادرت عبير المنزل مع أطفالها 3 وعادت للعيش في منزل والدها بعد كل تلك السنوات.
فور انتهاء فترة العدة وبعد 3 أشهر فقط من طلاقها من صابر، تزوجت عبير من شخص آخر وتركت أطفالها لزوجها السابق ووالدتها. لكن بعد عام واحد فقط من الزواج تطلقت عبير من جديد بعد أن تهدمت علاقتها بزوجها الجديد بسبب المشاكل الزوجية المتكررة. في مطلع عام 2016 تدخل بعض العقلاء من أسرتي صابر وعبير لإصلاح الأمور بينهما، محاولين إقناعهما بالزواج من جديد من أجل مصلحة أطفالهما. نجحت هذه المحاولات في النهاية، وعاد صابر للزواج من عبير، وعادت عبير وأبناؤها للعيش في المنزل الكبير في منطقة ناهية. ورغم أن العلاقة بين صابر وعبير بدت وكأنها عادت لطبيعتها واستقبل مولودهما الرابع بعد عام من الزواج الثاني، فإن بعض أقارب صابر الذين تحدثوا مع المحققين أوضحوا أن العلاقة بين الزوجين لم تكن مثالية كما ظهرت للعامة، فقد استمرت الخلافات والشجارات بينهما لأن أي منهما لم يغير وجهة نظره في الآخر. من خلال مراجعة لقطات الكاميرات تبين للمحققين أن عبير لم تكن تقول الحقيقة. لاحظوا أن صابر لم يغادر منزله في اليوم الذي اختفى فيه، مما دفعهم لتفحص لقطات الليلة السابقة. رأوا أن صابر عاد إلى منزله حوالي الساعة 6 مساء ولم يخرج بعد ذلك. لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة للمحققين. أثناء مراجعتهم للقطات رصدوا شابا غريبا يصعد إلى منزل صابر حوالي الساعة 1 ليلا، وبعد ساعة واحدة فقط شهدت عبير تخرج من المنزل برفقة ابنها الأكبر محمد، حيث كان يحملان معا فراشا كبيرا وثقيلا. استوقف محمد ووالدته عربة أجرة ونقل الفراش فيها. وسع المحققون دائرة البحث لرصد المكان الذي توجهت إليه عبير وابنها بذلك الفراش. تمكنوا من تحديد الموقع بعد تتبع لقطات كاميرات المراقبة، واكتشفوا أن محمد ووالدته ألقيا بالفراش في منطقة مهجورة بمحافظة الجيزة بعيدة عن منزل الأسرة. حوالي الساعة 3 فجرا رصد المحققون شاحنة صغيرة تظهر في الصورة. ترجل شاب من السيارة ووضع الفراش في الشاحنة قبل أن يغادر بسرعة إلى جهة غير معلومة. استطاع المحققون تحديد هوية الشاب على الفور، إذ كان نفس الشخص الذي صعد إلى منزل صابر في حوالي الساعة 1 بعد منتصف الليل. كانت لقطات كاميرات المراقبة التي رصدت الشاحنة واضحة وصافية، مما مكن المحققين من رؤية لوحة تسجيل أرقام السيارة. باستخدام هذه المعلومات حددوا هوية الشاب الذي ظهر في تلك اللقطات، ويدعى وليد، وهو ابن شقيقة صابر. علم المحققون أن وليد البالغ من العمر 36 عاما كان من أصحاب السوابق، حيث أدين بتهمتي السطو المسلح والشروع في القتل، وقضى حوالي 6 سنوات في السجن. لم يكن قد خرج من السجن إلا قبل 6 أشهر فقط من اختفاء خاله صابر. بناء على هذه المعلومات أصبح المحققون متأكدون من تورط وليد وعبير وابنها الأكبر في اختفاء صابر المفاجئ. تم استدعاء الثلاثة للاستجواب في مركز الشرطة، وخضع كل واحد منهم للتحقيق بشكل منفصل. خلال الاستجواب ظلت عبير متماسكة ومصرة على روايتها الأصلية، لكن الأمر لم يكن كذلك مع وليد. فعندما واجهه المحققون بلقطات كاميرات المراقبة انهار وليد، واسترسل في اعتراف مفصل شرح فيه الجريمة البشعة التي راح خاله ضحيتها. أوضح وليد للمحققين أن القصة بدأت بعد خروجه من السجن، حيث كان يتردد على بيت خاله بكثرة طامعا في أن يساعده صابر في الحصول على عمل. في تلك الفترة بدأت علاقة عاطفية تنشأ بينه وبين عبير بعدما أعرب لها عن إعجابه بها. تطورت العلاقة بين وليد وعبير بسرعة، وسرعان ما لاحظها ابنها الأكبر محمد. لكن محمد لم يكن يعارض علاقة والدته بوليد، حيث كان يكره والده بشدة بعدما أقنعته عبير بأن صابر كان السبب وراء كل المشاكل الأسرية التي عانت منها الأسرة. استمر وليد في التردد على منزل خاله أثناء غيابه،
وبعد حوالي 4 أشهر من بداية علاقته بعبير، أعرب وليد لها عن رغبته في أن تصبح له وحده، وطلب منها أن تنفصل عن زوجها حتى يتمكن من الزواج بشكل رسمي. في هذه المرحلة